ذكرت قناة الرياضية السعودية أن نادي النصر بات قريبا من التوصل إلى اتفاق مع المهاجم المغربي يوسف النصيري للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وفقا للتقارير، فإن نادي فنربخشة التركي الذي تعاقد مع النصيري الصيف الماضي من نادي إشبيليا الإسباني مقابل 20 مليون يورو لن يعارض رحيله إذا تلقى عرضا يساوي أو يتجاوز هذا المبلغ. وعلى الرغم من البداية الباهتة للنصيري في الدوري التركي، إلا أن النادي السعودي يبدو مستعدا لتقديم عرض مغر لجلب اللاعب. المدير الفني لفنربخشة جوزيه مورينيو لا يزال يثق في قدرات النصيري ويصر على الاحتفاظ به رغم الانتقادات التي واجهها المهاجم المغربي بسبب أدائه المتواضع خلال الأشهر الأولى من الموسم. فهو يرى في النصيري لاعبا يمكنه التألق في المراحل القادمة إذا استعاد مستواه المعروف. النصر الذي يضم في صفوفه نجوما كبارا مثل كريستيانو رونالدو يسعى لتعزيز خط هجومه بلاعب يتمتع بخبرة دولية مثل النصيري، إذ تأتي الصفقة المحتملة في إطار طموحات النادي لتعزيز تشكيلته والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية. النصيري الذي يعد أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي يمتلك تجربة حافلة في الملاعب الأوروبية، لا سيما مع إشبيلية، حيث تألق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، الانتقال إلى الدوري السعودي قد يمثل فرصة لاستعادة مستواه وتقديم أداء أفضل في بيئة جديدة مليئة بالتحديات. تبقى الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مصير النصيري، بين بقاء محتمل في تركيا أو الانتقال إلى تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية.